4 أطفال قاعدين يلعبون لعبتهم المفضلة Dungeons and Dragons. مايك، لوكس، داستن وصديقهم ويل بايرز. بعد ما خلصوا لعب كل واحد راح لطريقه. ركب ويل دركته عشان يرجع البيت، والليل ظلام وسكون، لكن حس إن فيه شيء يلاحقه وسط الأشجار. وصل للبيت وهو يلهث. دخل بسرعة، لكن الأنوار تومض والباب ينفتح من نفسه وكأن فيه أحد داخل معه. هرب للمرآب، حاول يمسك بندقية أبوه، لكن المخلوق وصل واختفى ويل. ومن هاللحظة بدأت الفوضى. ثاني يوم والشرطة تدور على ويل، ظهرت بنت غريبة في مطعم صغير، حافية، شعرها محلوق وما تطلع منها كلمة. كانت مرة جوعانة وأكلت كأنها ما ذاقت طعاما من زمان. سألها صاحب المطعم: وش اسمك؟ رفعت يدها وورته رقم محفور. هذه 11. وقبل ما يقدر يساعدها، رجال المختبر اقتحموا المكان وقتلوا الرجل. لكن 11 هربت وهم يدورون على ويل في الليل. مايك وأصحابه شافوا بنت واقفة تحت المطر. خافوا بالبداية، لكن واضح إنها مرعوبة وضايعة. خذها مايك للبيت بدون ما يعلم أهله. قعدت تحت في القبو، وبالتدريج بدأت تتكلم شوية وتثق فيهم. وبحركة بسيطة من يدها رفعت لعبة صغيرة فوق الطاولة. عرفوا إنها مو بنت عادية وإنها تعرف شيء عن اختفاء ويل. لما وروها صورته قالت بصوت منخفض: ويل مو هنا. نانسي أخت مايك راحت حفلة عند ستيف مع صديقتها بارب، لكن بارب طلعت شوي للحديقة واختفت فجأة مثل ما اختفى ويل. نانسي لاحظت فتحة غريبة بالجدار داخل الغابة، فتحة كأنها حية تتحرك وتتنفس. ولما لمستها شافت لمحة من عالم ثاني واختفت الفتحة بعدها. أم ويل، جويس، كانت متأكدة إن والدها عايش. كانت تسمع صوته يطلع من الهاتف ومن الجدران، وبعدها لاحظت إن الأنوار تشتغل كل مرة تنادي اسمه. جابت أضواء وعلقتها في البيت كله، ورسمت حروف على الجدار وطلبت منه يكتب، فكتب: اركضي. وبثواني قليلة فتح الجدار وطلع منه المخلوق. جويس هربت مرعوبة، لكن كانت متأكدة إن ولدها يحاول يوصل لها من عالم ثاني. مع الوقت بدأت 11 تكشف الحقيقة للأولاد. قالت لهم إن ويل محبوس في مكان اسمه العالم المقلوب، The Upside Down، عالم مظلم بارد كله ضباب ومليان بخطر اسمه الديموغورجن. واعترفت إن العلماء بالمختبر كانوا يسوون عليها تجارب، وأجبرت إنها تتواصل مع كائن غريب. بها التجربة انفتحت بوابة بين عالمنا وهذا العالم المظلم، ومن خلاله دخل المخلوق. رئيس الشرطة هوبر بدأ يشك إن المختبر يخفي شيء كبير. دخل المكان سراً ولقوه وحققوا معه، لكنه شاف بعينه بوابة مفتوحة على عالم مو طبيعي. رجع لجويس وقال لها: ندخل ونطلع ولدك مهما صار. دخل هوبر وجويس البوابة ولقوا أنفسهم في نسخة مرعبة من هوكينز. كل شيء هناك مغطى بضباب ولزوجة، والهواء خانق وثقيل. شافوا جثة بارب، للأسف ماتت، لكن ويل كان مازال عايش، مربوط بأنابيب غريبة تتغذى من جسمه. حرروه وبدأ هوبر ينعشه لين رجع يتنفس، ورجعوا فيه للعالم الحقيقي. 11 والأولاد كانوا يهربون من رجال المختبر، لكن الديموغورجان تعقبهم ووصل للمدرسة. تخبوا داخل فصل والمخلوق يقترب، لكن 11 وقفت قدامه وما خافت. رفعت يدها وقالت لمايك وهي تبكي: مع السلامة. جمعت كل قوتها ورفعت المخلوق في الهواء ودمرته، وبنفس اللحظة اختفت هي بعده. مايك صرخ باسمها، لكن ما فيه أي أثر لها. ويلي رجع للبيت، لكنه مو نفسه. كان يكح مادة سوداء ويشوف لمحات من العالم المقلوب، وكأن شيء من ذاك المكان بقى داخل جسمه. أما هوبر فراح للغابة وحط صندوق فيه أكل وافلز، الأكلة اللي تحبها 11. واضح إنه يعرف إنها عايشة. وهكذا ينتهي الموسم الأول، لكن اللي جاي أخطر بكثير.